مرحبا فيكم بمجتمع زهرة حلب وولادها. أنا اسمي زهرة، عندي 6 أطفال. كنت ساكنة بلبنان ونقلت على سوريا مشان مدارس ولادي، ما قبلوا لي ولادي كل مدارس. حبيت أصور لكم روتيني بعد ما سكرت اللايف. آم، بعد ما سكرت اللايف، إيش بعمل؟ أول شي ركبت على الطبخة. سلقت بطاطا وبيض، اليوم كان هيك عشانه. وتاني شي بلشت أصور روتين البيت. أنا عم برتب على بنات، تقولي لي هي هالبيت. حبيت أشوفكم من ورا هالكاميرا الصغيرة، بيت بسيط اللي ساترني أنا وهالولاد، وكتير نحن شايفينه بالنسبة لنا. يعني كل شي بحياتنا الحمد لله رب العالمين. طبعا كلكم عم تسألوني. ايه، حاليا انا مستأجرة اجار، واذا الله راد والله جبر بخاطرنا، ان شاء الله رح المرة تساوي لي مطبخ صغير. بصير بحيط كل غراضي، يعني الغاز برا والرفوف تبع المطبخ برا، وهي الغرفة بتصير بس للقعدة. هون رمضان عم بده يشتري، وصرعوني الولاد عن جد والله العظيم، بدهم طاقة مليون. هذا البلاستيك والشرحات، هذا الحطب كله بنجمعه بنولع في الصوبة. ايه، وهون قبل ما الم الغسيل من حبل من برا، قلت بدي اطبق الخزن، اضب الغسيل فيه. والغسيل كله وسخ، ما في شي نظيف. الله وكيلكم يا جماعة، الغسيل كله مكربس برا. ايه، وطبعا هون كل واحد عم بيعمل شغلة. سارة عم تجلي الجليات، يزن بعته يجيب الأغراض، ورمضان عم بيحر حوالي، وجود ونور عم بيحروا. بتمنى منكم يا جماعة تابعوني على الصفحة وتحضروا الفيديو الأخير مشان نحسن نحقق ساعة المشاهدة. هون جود وشاهد عم يتقاتلوا مين بده يصور. أو الجود، سارة وشاهد عم يتقاتلوا مين بده يصورني على التليفون. كتير كنت مزعوجة وقت شفت مقطع الفيديو يلي كان الحماية ضربت، خلت كنتها تبوس اجرها، وزلتها وهانتها بس لحتى تخليها تقعد على الولاد. بتعرفوا شغلة، بدي أقولكم شغلة يا جماعة، أكتر مرأة معنفة بالمجتمع العربي المرأة السورية. وأكتر مرأة بتصبر على حالها وبتتحمل ضغط هي المرأة السورية. وأكتر مرة بتعاني على وجه الكرة الأرضية هي المرأة السورية. والله لا شفت المعاناة عند الفلسطيني، ولا شفتها عند اللبناني، ولا شفتها عند الخليجي، إلا المرأة السورية. كل هرمونات الرجولة وحمرنتهم بيفرضوها على النسوان، ما بعرف ليش. يلا الحمد لله رب العالمين، ما أكرم المرأة إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. بس شي بيقهر عن جد، لا تكبر ولا تتجبر، الله أكبر. عن جد كتير وقت شفت المقطع وشفتها شلون عم تسجد، وشفت ابنها بحضنها شلون، فشي بيقهر. بس انقهرت على هذا الرجال، يا عيب الشوم على جوزه، شلون له نفس هيك يخلي مرته تزل حاله وتهينها لهيك، ما بعرف. يلا الحمد لله رب العالمين، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. لنكمل لكم، نرجع لكم، حبيت أفشلكم خلقي من كتير كنت مقهورة من هاي المرة. وهون رجعنا، رتبنا الغرفة من ملة الغسيل، طبقنا الغسيل، مسحنا الغرفة من مسحنا الخزانة. قلت لازم بما انه صارت التنظيف وصورنا روتين. هدول اناني الولاد تبعت المدرسة، خليني اظبط رفوف المطبخ كمان. وهدول الخضرة حطيتهم، كنت بدي أطبخ فيهم، شو اسمه، قولي معي. بدي أطبخ معكرونة. وبعدين بطلت أطبخ. قلت بدي أسلق بطاطا وبيض، لأنه ما لقيت أصابع المعكرونة وين حطيتهم، ما بعرف، ترى عندي شي مليح يعني. آم، صبايا اللي بتحب بتحب تشاركنا منتجات تنحيف، اللي بحب تستعمل منتجات تنحيف بشركة مضمونة، والتنحيف مضمون، ونتائجه بتبين عليكي بعد أسبوع بدون ما تحرمي حالك. بدون ما تكلف، يعني بدون ما تحرمي حالك، بدون ما تخلي شي بنفسك أبدا. يعني بتاكلي وبتنحفي، بس طبعا في أسلوب لحتى تتبعي هذا النظام. اللي بتحب تطلب من هدول المنتجات تكتب لي بالتعليقات، وبعطيها رقم تتواصل عليه مشان نساوي. وهون طبعا صرت لمينا الغسيل، صار عند المغرب والولاد كلهم جوعانين وكلهم تعبانين، وكل واحد عم بدق علي. وانا هون اشتغلت بالحوالات القصوى. قلت خلاص، صارت الدنيا ليل بعد ما ولعنا الصوبة. هي اللمامة كل بقول للولاد تعالوا لموا تعالوا نطفوا، لا بيرضوا يلموا ولا بيرضوا ينظفوا. ما بعرف ليش كل شي معهم ما بيعجبهم العجب. بس وقت انا قعدت نظفت ليك وصارت السداجة كأني مغسولة.
ايه، وبتمنى منكم اللي وصل معي لهون المستمع عامل لي إضافة يعمل إضافة، تشاهدوا الفيديو على الأخير. وبدي أوجه دعوة حلوة لكل اللي عم بيوقفوا معي ويشاهدوا الفيديو. روحوا ربي يسعد قلبكم، يجبر بخاطركم، وعوض عليكم، وبكبر فيكم وبمحبتكم. طبعا أنا بصور تحديات، بصور روتينات، بصور فلوجات، بصور مشتريات، شو ما بيجي قدامي وبيصير لي بصوره. او هذا الروتين اللي عملته بعد العصر، بعد ما سكرت لايف بعد المغرب. اللي بتحب تتابعني على التيك توك، اسم قناتي، اسم صفحتي زهرة حلب على التيك توك. الحساب فيه 68,800 ألف متابع، وصفحتي التانية 114 ألف متابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسعدكم ويسعد